مصر للطيران ناوية تكتسح الجو في 2026 و2027. الشركة الوطنية أعلنت عن خطة توسع كبيرة بفتح 5 خطوط جديدة هتربط مصر بأمريكا وأوروبا وإفريقيا. البداية هتكون قوية جدا من شهر مايو ويونيو اللي جاي. هتبدأ الرحلات لمدينة لوس أنجلوس يوم 23 مايو، وبعدها شيكاغو في 21 يونيو، وفي نهاية الشهر 29 يونيو هتطير لأول مرة لمدينة فينيسيا الساحرة في إيطاليا. مش بس كده، في جدول شتاء 2026-2027 الشركة مخططة تروح برمنجهام في بريطانيا، وكمان مدينة زنجبار في تنزانيا علشان محب السفاري والاستجمام. أما حبايبنا اللي في السعودية ليهم نصيب الأسد، فبداية من شهر مايو الرحلات للرياض هتزيد ل3 رحلات يوميا من القاهرة، و3 رحلات أسبوعيا من مطار برج العرب بالإسكندرية. الشركة كمان بتدرس تزود الرحلات دي أكتر لو الطلب زاد، خطوة ممتازة بتقرب المسافات وبترجع الريادة لمصر للطيران في المنطقة والعالم. إيه رأيك في الخطوط الجديدة دي؟ هل في مدينة منهم كانت على بالك ونفسك تزورها؟